السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. الفيديو بتاعنا النهاردة مشتريات الشهر. أنا نزلت فتح الله، وطبعا كلنا بننزل فتح الله، بننزل أي سوبر ماركت احنا متعودين عليه ونشتري. طبعا المبلغ اللي احنا كنا بننزل وعاملينه ميزانية الشهر وكنا بننزل نجيب بيه، لا ما بنجيبش بيه كل الكمية اللي احنا كنا بنجيبها الأول. طبعا بنجيب كمية أقل، حاجة غليت أوفر يعني. الله المستعان، ربنا يعيننا. فهنبتدي الفيديو بتاعنا بقى النهاردة كده ونشوف جبنا مع بعض ايه. أنا جبت بسم الله، جبت واحدة مستردة اللي هي روز جاردن دي ب27 جنيه. احنا كنا عاملينها مع بعض بس اللي عندي خلصت يعني. وجبت واحدة مايونيز أدمي دي 25 جنيه. جبت بقى مكرونة فرن كيلو اللي هي دي اهي. جبت كيلو، انا بحب اجيب كيلو على بعضه كده، اجيب كيس او 2 على حسب ما انا عايزة، واجيب الباقي اللي هو النص يعني. الكيلو دوت عامل 23 جنيه، عليه خصم جنيه ونص. جبت ايه تاني؟ جبت كيس ملوخية بسمة ب11 جنيه 75. جبت كيس بامية جرفكس صغيرة اهي، حلوة برضو دي، انا بحب اجيب من ده ومن ده يعني. دي ب28 جنيه 75. جبت ايه تاني؟ جبت صلصة هاينز اللي هي دي. بصوا دول 4، اللي هو عرض 4 بس في واحدة وانا بطلع من الكاس اتكسرت، فطبعا شلتها واستبعدتها. هما 4 مش 3 يعني. جبتهم ب84 جنيه الأربعة، يعني الواحدة بحوالي 21. أنا ما أكدبش عليكم، ما أعرفش هي بكام، لأن أنا دايما بنزل كل شهر بجيب حاجتي كلها على بعض من فتح الله، فبجيب دايما العرض ده موجود في فتح الله، دايما بجيبه من هناك، فما بجيبهاش من بره يعني. جبت كيس رز الصقر 5 كيلو، وانا بحب اجيب الشكاره دي، بقالها كام شهر مش موجوده وما صدقت ان انا لقيتها. انا بحب الشكاره لاني باخد بالكوبايه وبعمل الرز بالكوبايه، فكده احسن لي يعني. هي الشكاره دي 5 كيلو ب150 جنيه، يعني كده الكيلو ب30. على فكره نفس الكيس انا بجيب الصقر، انا بحب حاجه الصقر. الكيس ب30 الكيلو، يعني هي بس انا بس يعني بحب ده احسن. باخد بالكوبايه، بتبقى الشكاره مقفوله او بعبيها، ممكن تفتحيها وتعبيها في علبه من عندك، هتبقى حاجه كويسه يعني. جبنا ايه تاني مع بعض؟ طبعا جبت المكرونه، جبت 2 اسباجيتي ستار، الواحده ب10، جبت الاتنين ب20. جبت اللي برضو الاقلام، احنا ما بنستعملش عندنا غير المكرونه الفرن والمكرونه الاسباجيتي، برضو دي ب10، جبت 2. ايه تاني؟ جبت الدقيق بقى اهو، الصقر برضو حلو جدا، انا بحب يا المطبخ يا الصقر. انا ما لقيتش المطبخ فجبت الصقر، انا بحب حاجه الصقر جدا، والدقيق بتاع المطبخ برضو حلو قوي يعني. كيلو الدقيق عامل 19 ونص، جبت ال5 كيلو ب97 ونص، 97 ونص. جبت المراعي دي اهي، قرايب، جايبة دي بكام؟ بسم الله، ب9 جنيه، ب9 جنيه. جبت بقى الزيت، جبت زيت آلية ده 700 جرام. هشوف لكم بس فين الجرامات. بسم الله، انا مش عارفة اذا كان باين ولا لا الجرامات. عموما اهو هو 700 جرام آلية اهو، اهو. جبت 3 زيت آلية
ب43 و28 قرش. جبت التلاتة ب129.75. وجبت بقى المكرونة الملكة دي لان ما لقيتش ستار، انا بحب ستار بس ما لقيتش ستار لسان عصفور، فجبت الملكة ب10 برضو نفس السعر. الملكة برضو حلو مش وحش. جبت شاي، ربع كيلو شاي الوردة ب40 جنيه. بس هي دي المشتريات اللي انا جبتها النهاردة، ويعني الله المستعان يعني على الغلو اللي احنا فيه. احنا بنعمل اللي نقدر عليه، بس انا جبته. ولما بيخلص من عندي حاجة بصراحة انا بنزل اجيبها، يعني انا بجيب دي حاجة الشهر اللي انا بستهلكها. عارفة انا باخد طول الشهر قد ايه دقيق، قد ايه رز، قد ايه سكر. انا ما جبتش السكر المرة دي لان أنا عندي الحمد لله سكر. والثلاث ازايز دول انا كملت على اللي عندي. انا عندي برضو زيت، والمكرونة دي برضو بكمل على اللي عندي. انا كل الحاجات دي تكملة للي عندي، يعني انا بجيب وبيفيد. بس احنا بنستهلك مكرونه كتير، ولادي بيحبوا المكرونه كتير، فانا بجيب مكرونه كتير. ولو خلص حاجه بنزل اجيبها من اي بقى سوبر ماركت قريب، لو معديه من على فتح الله كده يعني. الخضروات ما بحبش اجيب خضروات كتير، يعني بجيب على حسب طلب، يعني ولادي ما بيحبوش الخضار كتير. فانا جبت كيس ملوخيه وكيس باميه، ولما يعني بنعوز حاجه وبنحتاجها ببعت اجيبها من السوبر ماركت، يعني بتصل بيه يجيبها لي او انا بنزل اجيب اي حد. بس هي دي مشتريات الشهر بتاعنا، وعقبال كل شهر يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. ودي كانت أول مشتريات ليا بعد العيد. ويلا ربنا يقدرنا كلنا كده إن شاء الله على عيشتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.